نظم مجموعة من الناشطين الكرد في روجافا كردستان باسم مبادرة كردية شعبية مستقلة ندوة حوارية في قاعة زانا بمدينة قامشلو. وشارك في الجلسة نشطاء سياسيون واجتماعيون وأعضاء من بعض الأحزاب السياسية في أحزاب الوحدة الوطنية الكردية ومثقفون وكتاب وحركات سياسية كردية وممثلون من مجلس سوريا الديمقراطية. وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرين بخصوص توحيد الصف الكردي بمناقشة محاور الجلسة. ومن ضمن الاجتماع تحدث الحاضرون بأنه يجب على الكرد أن يوحدوا الصف الكردي ويكونوا قوة إيجابية ويدا واحدة. وناشدوا بعض الأحزاب والشخصيات المستقلة بتوحيد الصف الكردي لأجل بناء سوريا جديدة. وعلى هامش الجلسة التقت كاميرا روجافا مع بعض الشخصيات المشاركة في الندوة، والتي أوضحت بأن الجلسة تسعى لإدراج الفيدرالية كحل أساسي لكافة السوريين. طبعا مجموعة من الشخصيات ونشطاء المجتمع المدني وشخصيات ذات الأثر ومجموعة من قادة الرأي في عموم مناطق الكردية، يعني في مسعى منهم لإيضاح المطالب الكردية ومطالب الشارع الكردي، إضافة إلى نقاشات حول أشكال وآليات الحضور الكردي في سوريا المستقبل، نوع الفيدرالية، شكل الفيدرالية، إضافة والاستفاضة عن كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع. طبعا الملاحظ أن غالبية الحاضرين يعني جاءوا من خلفيات سياسية مختلفة، ولكن الحامل الأساس والمشتركات كانت كثيرة. نسعى ويسعى القائمون على هذه الجلسات إلى أن تكون هذه الجلسات حاضنة لجملة الأفكار والقيم التي يتبناها الكرد في العموم، يعني تتبناها كافة القوى الكردية. ونجد حضورا واضحا للمرأة الكردية وللمحامين الكرد وللعديد من الكتاب والمثقفين في هذه الجلسات. طبعا أكرر بأن الفيدرالية ليست مطلبا كرديا، هي مطلب لغالبية المكونات السورية، غالبية الفئات الاجتماعية والمهمشين في سوريا، خوفا من مركزية قاسية أو مركزية قد تسيء إلى لون وطبائع المجتمعات السورية. بعد أن سقط نظام الأسد ترك خلفه فراغا كبيرا في سوريا، والآن كما نرى في دمشق تحصل أشياء غير واضحة بالنسبة لنا في سوريا وفي خارجها. لذلك يراودنا سؤال واحد: سوريا إلى أين؟ لذلك نحن الكرد نقوم بهذه الجلسات لنناقش الوضع الكردي في سوريا وللدعوة لتوحيد الصف الكردي، والذي نراه لا يتحقق إلا من خلال الفيدرالية التي تحقق مصالح السوريين ككل ضمن هذه الأحداث الغير واضحة. وبحسب اللجنة التحضيرية فإنه سيتم مناقشة التغيرات الحاصلة في سوريا وتهديدات دولة الاحتلال التركية ضد إقليم شمال وشرق سوريا وأسباب عدم تشكل مرجعية كردية حتى الآن.